أشكركم على حفاوة الاستقبال الذي حظيت به ولقائي مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. خلال زيارتي إلى الجزائر واجتماعي مع الرئيس عبد المجيد تبون أكدنا أن العلاقات بين بولندا والجزائر قوية، ونعرب عن رغبتنا في تطويرها بشكل أكبر. كما أتطلع إلى مواصلة النقاشات مع نظيري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السيد أحمد عطاف، وذلك متابعة للحوار الذي بدأناه في وورسو في يونيو 2024. تعد هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية بولندا إلى الجزائر منذ عام 2017، وهي أيضا زيارة الأولى شخصيا. تعتبر الجزائر شريكا مهما لبولندا باعتبارها أكبر دولة في إفريقيا ومن كبار منتجي مصادر الطاقة، إذ تمتلك الجزائر 10 أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي في العالم، و16 أكبر احتياطي من النفط الخام. كما تعد الجزائر الشريك الاقتصادي الأول لبولندا في شمال إفريقيا، ففي عام 2025 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار أمريكي، بينما تضاعفت الصادرات الجزائرية لتصل إلى نحو 300 مليون دولار وفق الإحصاءات البولندية.